صباح الخير. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. طبعا انا كل فتره كده بحب ان انا اغير في الديكور بتاع الاوضه واعمل حاجات جديده، وكل الحاجات اللي انا بعملها دي طبعا بتكون هاند ميد، مش ان انا شارياها ومعلقاها وخلاص. ده كان الديكور في المنطقه دي يعني بتاع تقريبا السنه اللي فاتت. وطبعا بقى الشمع فك والاتربط جامد، فاضطريت بقى ان انا اشيلها وان انا اعمل واحد جديد. طبعا علمت مكانها في الشمع كده حاجات بسيطه، بس حاولت اتلاشى الموضوع يعني. المهم بقى نبدأ نعمل الديكور ده ازاي. اول حاجة خالص هبدأ ان انا اقص مربعات بالشكل ده. المربعات بتكون بمقاسات مختلفة على حسب انتوا عايزين تعملوا المقاسات دي ازاي. يعني مثلا انا عندي اكبر مربع كنت معلقاه كان حوالي 26 في 26 سنتي. بعد كده بقى ابتديت ان انا اصغر المقاسات، وبعد كده هبدأ اخد 2 سنتي من كل جنب وافرغ المربعات دي من جوه. لحد الخطوة دي وتقريبا الموضوع كان سهل بالنسبة لي. بعد كده بقى طبعا موضوع التفريغ ده كان موضوع صعب شوية بالنسبة لي، لان الكرتون اللي عندي دي كانت مش سميكة قد ما هي ناشفة قوي، فتعبتني جدا. فلما تيجوا تعملوه اعملوه بكرتون ما يكونش ناشف، علشان ما يوجعلكوش ايديكوا وتعرفوا ان انتوا تفرغوه المقاسات تطلع مظبوطة. ده كده شكلها بعد ما اتفرغت. هبدأ اعمل بقى عدد حوالي 7 ولا حاجة باحجام مختلفة. بعد كده بقى هبدأ اغلف الكرتون ده كله. اخترت لون الكانسون الاسود، تقدروا بقى تعملوه باي لون انتوا عايزينه، ممكن ابيض وممكن باللون الجولد. يعني اصلا صاحبة الفكرة نفسها كانت عاملاها باللون الجولد، بس انا حسيت ان الاسود هيليق اكتر مع الاوضة عندي. هبدأ بقى ان انا افرغ برضو من جوه بالشكل ده في الورق، واخد برضو حوالي ممكن 2 سنتي ولا حاجة، بس مش لازم اقيس بالمسطرة من جوه، انا عملت بطريقة عشوائية. وهبدأ اعمل بالقطر كده فتحة في النص عشان اقدر ان انا افرغها بالمقص. وبعد كده هبدأ ان انا الزق الورق ده على الكرتون زي الطريقة اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي بالظبط. هبدأ الزقها من جوه بالطريقة دي علشان اداري كل الحواف اللي موجودة، وما يبقاش في اي حاجة شكلها مش حلو او مش مظبوطة. ده كده بقى شكلها. هبدأ اعمل بقى الباقي كله بنفس الطريقة. كده بعد ما خلصتهم كلهم هنبدأ بقى نحطهم مع بعض كده بطريقة عشوائية. ودي اول فكرة انا وصلت لها عامة، بس بعد كده ما عجبتنيش او حسيت ان هي العرض بتاعها هيكون كبير قوي، فقعدت اجرب اشكال تانية لحد ما وصلت للشكل ده. وده كان اكتر شكل انا راضية عنه تقريبا. حاولت اعمل تداخل كده بين المربعات عشان ما تبقاش شكلها كأنها ملزوقة كده ورق وملزوق وخلاص. يعني بدأت ان انا اقص كده بالشكل ده، ودي المرحلة دي دوختني شوية. بس يعني حاولت ان انا اظبط الدنيا واعملها بتركيز علشان ما فيش حاجه تتقطع او حاجه تبوظ مني. هي تبان سهله في الكاميرا، بس بجد في الحقيقه مش عارفه ليه دوختني كده. ابتديت بقى ان انا اثبت عليها بمسدس الشمع، وحاولت ان انا اثبت عليها اكتر حاجه عشان خاطر هي تتعلق على الحيطه
وانا على الحيطه مش حابه ان انا ازود شمع كتير علشان خاطر مش كل ما اجي اشيله يعلم على الحيطه بالشكل ده ويبوظ لي شكل الحيطه. زي ما انتم شايفين كده ده شكلها بعد ما علقتها. طبعا زي ما قلت لكم في الاول كان في اثار كده للديكور بتاع المره اللي فاتت، ولكن حاولت ان انا اظبط الدنيا يعني بقدر المستطاع يعني. طبعا هي شكلها حلو جدا، بس حسيت ان اللون الاسود كان لون غريب كده، كانت اول مره احط حاجه سودا في الاوضه تقريبا. بس بعد كده لما اكمل بقيه الديكوريشن الشكل هيبان اكتر وهيوضح اكتر. ان شاء الله استنوا باقي الفيديوز اللي جايه، هعمل معاكم بقيه الاوضه. وبس كده، اكتبولي في الكومنتس ايه رايكم، لو عجبتكم ولا لا. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.